أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. لقاءنا اليوم مع رجل كان له دور رائد في تطوير وتحديث صناعة المستلزمات الطبية في مصر، واجه المستحيل وجعله ممكنا، حيث أسس أول مصنع من نوعه في مصر وإفريقيا والدول العربية لتصنيع مستلزمات جراحة العيون. يأتي ذلك تماشيا مع الجمهورية الجديدة التي تسعى للاكتفاء الذاتي والتصدير في ظل ظروف عالمية واقتصادية أثبتت أن مصر يجب أن تهتم بالصناعة وبالأخص المنتجات الاستراتيجية. ضيفنا وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور عمرو حجازي، استشاري جراحة العيون ورئيس مجلس إدارة شركة أوبتلاين للمستلزمات الطبية. برحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا وسهلا. في البداية لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالدكتور عمرو حجازي. انا طبيب عيون، استشاري عيون. اسست الكثير من مستشفيات العيون وكنت بديرها، وبعد كده كان عندي، يعني طول عمري انا عندي طب العيون، وعندي كمان البيزنس سايد او الجزء اللي خارج طب العيون ولكن مرتبط بطب العيون. فانا مؤسس لشركه اي كير ميديكال، مؤسس لمستشفى نور الحياه للعيون المرغني، مستشفى الحياه للعيون في الدقي. وكان عندي شركه من 2014 لاستيراد مستلزمات الرمد. ومن هنا جت الفكره، انه ابتديت في 2017 اقول طب ليه لا، يعني ليه احنا نفضل نستورد، ليه احنا ما نصنعش. لما ابتديت طبعا يبقى عندي الخلفيه الاكبر بالسوق وبحجم السوق وحجم الاحتياج، وانه ده استراتيجيك برودكت، ان في منتجات استراتيجيه ما نقدرش نستغنى عنها في ظل. طبعا الكلام ده كان في 2017 قبل ما يحصل كورونا او يحصل الاحداث الجاريه في العالم. ابتديت افكر ليه احنا نبقى اقل من دول اخرى بتصنع. يعني احنا مصر الحمد لله عندنا كل الامكانيات وكل القدرات ونقدر نعمل. ف ده كان البدايه، يعني ان احنا طرحت ده طبعا كفكره لبعض الاصدقاء في المجال، سواء اطباء عيون واساتذه في الجامعات والحقيقه لاقت الفكره الاعجاب، لانه احنا بقالنا اكتر من 20 سنه بنفكر، بس مين اللي يبتدي الخطوه الجريئه، لان هي مش صناعه مربحه، هي صناعه استراتيجيه هامه. لو عملنا مصنع اي حاجه تانية هيكسب اكتر وهياخد وقت اقل بكتير جدا، ولكن هي كلنا داخلين مش عشان انفست عشان هنكسب قد ايه، لا، عايزين نعمل حاجه لمصر وعايزين ننجح وعايزين يبقى عندنا البرودكت اللي انا بشتغل بيه ابقى مطمن له انه انا بستخدم منتج تحت رقابه الهيئات المصريه، من هيئه الدواء وهيئه التنميه الصناعيه وكل الهيئات الرقابيه المحليه والعالميه كمان. أعزائي المشاهدين، هنخرج الفاصل ونرجع لكم، استنونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور عمرو حجازي، استشاري جراحة العيون ورئيس مجلس إدارة شركة أوبتالاين للمستلزمات الطبية. وبرحب بحضرتك مرة تانية. اهلا وسهلا. دكتور عمرو، حدثنا عن أبرز توسعات الشركة في الأسواق الخارجية، وما هي أكثر المنتجات التي تحظى بإقبال تصديري؟ الحقيقه احنا ابتدينا بالمنتج الاصعب. احنا عندنا طبعا سلسله من المنتجات، ولكن ابتدينا بالمنتج الاصعب اللي هو عدسات الزرع داخل العين. خلينا اوضح للمشاهد ايه هي عدسات الزرع داخل العين. يمكن ناس كتيره تعرف عدسات لاصقه او اي عدسات النظارات، لكن العدسه الزرع داخل العين هي عدسه حجمها كله لا يتعدى 13 مللي. العدسه بنستخدمها في عمليات المياه البيضاء. عمليه المياه البيضاء هي معناها انه عدسه العين عتمت، فمحتاجين نبدل عدسه العين بعدسه تانية صناعيه. عمليات المياه البيضاء تمثل اكثر من 70 او 80% من عمليات العيون، فهي بالتالي هي الاهم، او هي المنتج الاهم ان احنا نوفره وان احنا نصنعه وان احنا ما نبقاش معتمدين على دول اخرى في استيراده. فطبعا في منتجات اخرى صنعناها زي المحقن اللي بيحقن العدسه دي، لان احنا عملنا العدسه الاحدث وهي اللي بدون جراحه بدون استخدام غرز. العدسه فولدبل زي ما بنقول، بتتحط في محقن وبتتحقن من اقل من 2 مللي داخل العين. فدي كانت الاصعب، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ننتجها. وحاليا احنا بنصدر كمان، غير ان احنا متواجدين في هيئة شراء الموحد منذ سنتين. عدسات المصرية ولينا الفخر ان احنا نقول صنع في مصر، هي بتمثل حاليا حوالي 60% من تغطية العدسات الزرع في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والجامعات والشرطة. وده انا بعتبره ده اول خطوة على النجاح. ابتدينا كمان في التصدير، والحمد لله احنا العدسات حاصله على شهاده السي اي. والسي اي معناها ان انا اقدر اصدر لاوروبا واقدر اصدر لاي دوله خارج مصر. ابتدينا التصدير لدوله باكستان، والعدسات اعتمدت في وزاره الصحه في باكستان وتم تسجيلها هناك. وحاليا كمان يمكن اخر شحنه بعتناها لهم دي هتبقى داخله في حاجه زي هيئه شراء الموحد في دوله باكستان. أهم خطوط الإنتاج المتواجدة داخل هذا الصرح العملاق؟ خلينا نقول ان احنا ما ابتديناش فروم اي تو زد، وعشان ما نضحكش على نفسينا ما اقدرش اخش في تصنيع في حاجه عمرها ما اتصنعت في مصر وابتدي اقول لا انا هصنعها من الابره للصاروخ. احنا ابتدينا في مراحل تاخير في وسط الطريق، يعني بنستورد الرو ماتيريال عليها مراحل تصنيعيه اتعملت اوريدي، واحنا بنكمل مراحل التصنيع في المصنع بتاعنا. حاليا احنا تم التعاقد اوريدي مع جانب فرنسي وجانب تركي لتصنيع من الخطوه البدائيه جدا، من ان العدسه تبقى تجيلي في صوره سائل وابتدي اصنعها من الصوره السائله الى الصوره الصلبه دي. هنا لما اطمنا ان احنا نجحنا، ان احنا العدسه بتاعتنا تم استقبالها بشكل كويس، بقى عندنا سوق كويس، ابتدينا نصدر، ابتدينا نقول لا تعالى بقى النهارده اوفر كمان في العمله الصعبه للرو ماتيريال. انا مبدئيا وفرنا في العمله الصعبه حوالي 70% من العمله الصعبه. بعد خطوط الانتاج الجديده التوفير ممكن يوصل لحد 90% من الاستيراد الرو ماتيريال، ونقدر ان احنا نصنع من البدايه وتبقى صناعه مصريه 100%، ويبقى توطين بقى للصناعه، ونبتدي نعمل R&D، نعمل تطوير وتكنولوجيا، وان احنا نصدر بعد كده حتى التكنولوجيا دي من مصر لبعض المصانع في الدول العربيه. احنا جاي لنا عروض من بعض الدول العربيه ان احنا نبتدي ننقل الفكره عندهم. بعد الازمات الاخيره اللي حصلت كل الدول بتفكر انها تعتمد على نفسها، ما تعتمدش على الاستيراد. لو اتكلمنا عن التحديات والعوائق اللي بتقابل شركات المستلزمات الطبيه في مصر وكيفيه التغلب عليها، هو سؤال يعني لو كنت سألتهوني قبل النجاح كنت هقول لك أنا ما كنتش هكمل. يعني إحنا في مراحل كتيرة كانت في حياتنا فعلا كانت فيها صعوبات بالغة، مش هنقول الحياة سهلة، ولكن الحمد لله لا في قوة داعمة لينا. الجمهورية الجديدة الحقيقة يعني برئاسة السيد رئيس الجمهورية أتاحت لنا كتير من انها تشيل التحديات والعوائق اللي قدامنا. لا بقى في
نوع اخر بجد احنا حاسينه في مصر منه لا في سبورت، في دعم، والدوله عايزه تعمل. بتقابلنا حاجات في البيروقراطيه، حاجات في قوانين محتاجه تتغير، حاجات محتاجه، بس احنا التحدي كان عندنا اكبر ان احنا نبقى على ارض لازم الواقع نعملها، لازم بالظبط. نعملها، وعملناها الحمد لله وسهله يعني. ما نخليش اي حد بيفكر انه يعمل حاجه انه يجي له احباط، لا لسه مصر فيها خير. أعزائي المشاهدين، تعالوا معنا بجولة من داخل أرض المصنع لإلقاء الضوء على ما يتم تنفيذه من عدسات ومستلزمات طبية من أرض الواقع، فابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير ده من داخل أرض الواقع، وهنكمل حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور عمرو حجازي، استشاري جراحة العيون ورئيس مجلس إدارة شركة أوبتالاين للمستلزمات الطبية. برحب بحضرتك مرة تانية. اهلا وسهلا. دور الشركات الخاصة في تحسين الخدمات الصحية في مصر شايفه حضرتك إزاي، وبتحلم في المستقبل يكون إزاي؟ الحقيقه لازم يحصل تطوير كامل في منظومه الرعايه الصحيه في مصر، واحنا لمسنا ده في منظومه الرعايه الصحيه الخاصه بالتامين الصحي الشامل في بعض المدن، وشفنا فعلا في بورسعيد وفي الاقصر وفي اسوان ازاي المريض بيحصل على فعلا خدمه افضل كتير كمان من الخدمه اللي ممكن ياخدها في المستشفيات الخاصه. لكن المنظومه بشكل عام محتاجه تطوير في كتير من المنشآت الصحيه الخاصه. انا بتكلم على العيون، محتاجه تطوير كبير، محتاج نبقى على الستاندرد ليفل اللي موجود في اوروبا وفي امريكا، وده مش صعب يعني، نقدر نعمله، سهل تحقيقه. سهل تحقيقه، لكن محتاج مزيد من الجهد. يعني احنا الساحه العلاجيه كمان، احنا ليه مصر ما نستقطبش الساحه العلاجيه الخاصه في طب العيون، واحنا عندنا استشاريين وعندنا اجهزه طبيه وعندنا احدث تكنولوجيا موجوده. محتاجين فكر بس مش اكتر، يعني فكر يتغير شويه، وده سهل انه يتعمل. أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في تحسين الخدمات الصحية في مصر. ابتدى الدور ده لانه برضو القطاع الحكومي مازال مش في كل الاماكن في المستشفيات مش على قد المطلوب، ولكن دور القطاع الخاص انه يدخل يطور في القطاع الحكومي ده دور مهم جدا، او يدخل هو، وده موجود بالفعل، لان احنا بنتعاقد مع التامين الصحي كمستشفيات خاصه، بنتعاقد مع العلاج على نفقه الدوله كمستشفيات خاصه. بس لازم برضو المنشآت الحكومية لا بديل عنها، لو تم إدارتها من خلال القطاع الخاص ده شيء جيد جدا، هيساعد كتير في نمو المؤسسات الصحية بشكل سريع، لأنه مازال أي مسؤول عنده قوانين وعنده بعض البيروقراطية اللي بتخليه مش قادر يغير لمبة في أوضة المدير نفسه. يعني القطاع الخاص لو دخل هيحل كتير من المشاكل البيروقراطيه اللي تخلينا نطلع بعجله. ودايما سيادة الرئيس بيدعو بدعم القطاع الخاص في كل شيء، سواء إذا كان طبي أو إنشائي. ده دور الدولة في الوقت الحالي والجمهورية الجديدة في دعم الصناعات والوقوف بجانبها. ده حقيقه، وده بدأ فعلا. وعايز اقول لحضرتك احنا عندنا سبورت جامد جدا من هيئه الدواء المصريه، وتفضل
معالي الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بزيارة المصنع، وقعد سمع احنا محتاجين ايه وعايزين، وبيساعدونا بشكل قوي جدا. ففي الحقيقة لا، في مؤسسات داعمة بقوة. انا قابلت كمان السيد وزير الصناعة والتجارة وساعدنا في بعض الملفات الخاصة مع هيئة التنمية الصناعية. لا، في سبورت على اعلى مستوى في الدوله. يعني لو بنتكلم على المستويات العليا في سبورت، الناس عايزه تعمل، الناس عايزه تشتغل، وفعلا في تطور كبير جدا. محتاجه بعض المرونه في الفهم في الكوادر الموظفين الحكوميه الاصغر شويه في البوزيشن. يعني الفلسفه والاستراتيجيه القائم عليها العمل داخل شركه اوبتالاين، احنا بنتكلم على ان انا هخلي ان شاء الله هدفنا انه نخلي الشركات العالميه الكبرى هي تيجي تصنع في مصر. يعني هو الباب، مصر سوق كبير ما نقدرش نهمله، ما نقدرش الشركات المالتي ناشونال انها تغض النظر عنه. طب انا عملت مصنع في مصر، لو في شركه مالتي ناشونال او شركه اجنبيه عايزه تدخل مصر، عندنا صعوبه في الدولار، صعوبه في العمله الصعبه. طب تعالى انت حط البراند نيم بتاعك في مصر، تعالى اعمل مصنع في مصر، تعالى شارك معايا وحط التكنولوجيا بتاعتك في مصر وطلع منتج مصري. هتطلعه بتكلفة أقل ما أنت بتعمله في أمريكا وفي أوروبا. تقدر تصدر لدول زي أفريقيا، زي باكستان، زي الهند، زي البرازيل، زي دول كتيرة محتاجة المنتج اللي ما يكونش تكلفته عالية قوي، فهتفتح له أسواق جديدة. بالظبط. فأنا بدعو إنه وده من بداية الاستراتيجيات، إن أنا عملت المصنع على مستوى لا يقل عن أي مصنع موجود في فرنسا أو في أوروبا من المصانع اللي أنا شفتها للشركات المالتي ناشونال، علشان مستني اليوم اللي هتيجي المصانع المالتي ناشونال تصنع عندنا، سواء في مصنعنا او يعملوا المصانع بتاعتهم. لو في رساله حضرتك بتوجهها لدعم هذه الصناعه توجهها للمسؤولين، تقول لهم فيها ايه؟ الرساله مش قادر احمل. يعني السيد الرئيس قايم بدور جبار. انا عايز بس لو الناس تشتغل بنفس الحماسه دي من اصغر واحد. يعني انا حط بالنسبه لي لما بقول انه كوبري قدام مكتبي اتعمل في شهر، طب ليه لا؟ ليه ما نعملش؟ ما هو اتعمل. ليه ما نجريش؟ ليه نستنى نقول بكره؟ لا، نعمل دلوقتي ونشتغل. فالرساله بوجهها لكل مسؤول في الدوله، كل موظف صغير، ساعد، لان انت محتاج تساعد بلدك. انت كل واحد محتاج يساعد بلده، سواء هو موظف بيمضي ورقه، ما تخافش، امضي. طالما انت من جواك ضميرك سليم، امضي، اتحرك، ساعد الاخرين، ما توقفش عجله التنميه. رسالتي انه نتجه للصناعه بشكل اقوى. الصناعه هي اللي هتوقف مصر على رجلها، مع احترامي لكل ما تم عمله من انجازات في السياحه، في طرق، كل المؤسسات. لا، طرق اساسيه، طرق ما بتكلمش. انا بتكلم على، انا مثلا انا ما عنديش مثلا فيلا في الساحل، ما عنديش، مش هشتري حاجه في الساحل الشمالي عشان استخدمها اسبوع وطول السنه اسيبها. انا عايز الفلوس دي نعمل تايم شير، انا استخدمه اسبوع وغيري يستخدمه. يعني لكن الناس اللي بتشتري في الساحل وبتنفق ملايين الجنيهات ويسقعها لحد ما يبتدي يبيعها، هو نفع نفسه بس. لكن انا لما اعمل مصنع بالفلوس دي ويبقى فيه 300 400 عامل و300 400 اسره اشتغلوا بيها، مش ده احسن لمصر؟ بالظبط. وكاستثمار على اللونج تيرم احسن لمصر. فانا يعني دايما بوجه الرساله، الاهتمام بالصناعه، حتى لو كانت حاجه صغيره، حتى لو انا مش هبتدي فروم A to Z، ابتدي من الام للزد وبعدين اطور واحسن. ده اللي انا بتمناه. اعزائي المشاهدين، هنخرج الفاصل ونرجع لكم، استنونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور عمرو حجازي، استشاري جراحة العيون ورئيس مجلس إدارة شركة أوبتالاين للمستلزمات الطبية. وبرحب بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا. امتى نقدر نقول إن مصر حققت الصناعة بنسبة 100% واكتفت وبدأ شغلها للتصدير؟ في حاجات كتيرة مصر بتصنعها 100%، يعني ما نقدرش ننكر إنه في حاجات صناعية كتيرة، لكن لازم يبقى في صناعات جديدة. أنا بتكلم عن المستلزمات جراحة العيون. احنا لو قلنا الأدوية، احنا في مصر في نشاط قوي جدا في صناعة الأدوية، بيمثل أكتر من 90% من احتياجنا في الأدوية متوفرة صناعة محلية. في المستلزمات الطبية لا، المستلزمات الطبية لسه فيها مجال كبير جدا انه يتم تطوير ودخول صناعات، وحاليا احنا بنتفاوض مع بعض الشركات لدخول حاجات تانية كمان غير العيون في المصنع. احنا هدفنا هنا استراتيجيك في المصنع ان انا اصنع كمان الماكينات اللي بتستخدم في عمليات العيون، الماكينات اللي بتعمل عمليات المياه البيضاء واللي بتعمل العمليات الشبكية واجهزة الليزر. هدفنا كبير ان احنا نعمل كل حاجة. ابتدينا بخطوة الانفراستراكشر بتاعنا كمصنع. لو حد جه قال انت بعمل المصنع ده كله عشان عدسات، اقول له لا، انا عامله عشان منظومه كامله لل10 سنين. فهدفنا 2030 ان شاء الله، وده وعد انا بوعد بيه سياده الرئيس، انه ان شاء الله يكون عندنا كل مستلزمات طب العيون بتتصنع داخل جمهوريه مصر العربيه. لو اتكلمنا عن اهم الشهادات اللي حصلت عليها شركه اوبتالاين. احنا حصلنا على شهاده السي اي من اكبر نوتيفايد بادي ممثل اوروبي في المانيا. حصلنا على شهاده الجي ام بي، وحصلنا على مؤخرا على شهاده من الامم المتحده بالتعرف، يعني عرفوا منتجنا انه يقدروا يدخلوا بيه في المناقصات الخاصه بالامم المتحده في افريقيا وفي دول شرق اسيا. فدي كانت شهاده الحقيقه كبيره لينا. طبعا لزائد ان احنا اخذنا شهادات من هيئه الدواء المصريه بتسجيل المنتجات، سواء بالحصول بشهاده سي اي، واحنا كنا اول مصنع يحصل على التسجيل للحقن الخاص بالعدسات على النظام الجديد لهيئه الدواء، اللي هو نظام التسجيل بدون الحصول على شهادات الاوروبيه. والحمد لله احنا كمان في ملفات اخرى بتسجل حاليا في هيئه الدواء. قريبا جدا ان شاء الله هنطلع المشارط الطبيه الخاصه بالجراحه، بعض الادوات الخاصه بطب العيون، الملبوسات الطبيه كمان المعقمه الخاصه بطب العيون. ففي حاجات كتيره في البايب لاينز شغالين عليها ان شاء الله تخلص قبل نهايه السنه دي باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. كلمه اخيره توجهها للعاملين بشركه اوبتالاين. بشكرهم على صبرهم. الناس اللي ابتدوا معانا من البدايات يمكن ضحوا بمرتبات كانوا بياخدوها اكتر، بس هم مؤمنين بالفكره، فرحانين جدا بان هم يعملوا حاجه لاول مره بتتعمل في مصر، بيتعلموا حاجه جديده. فمش كل الناس فعلا بتدور على الفلوس، في ناس بتدور على النجاح، في ناس بتدور على انها تتعلم. فبشكر كل العاملين لان هم لحد دلوقتي هم لسه ما عدوش مرحله انه بياخدوا حوافز بقى انتاج طبعا بتقابلنا بعض الصعوبات في الاستيراد مازال، لكن ابتدينا نقول انه لا، الحمد لله احنا بقينا واقفين على ارض صلبه، والناس بقت سعيده بالانجاز اللي حصل، فهم شركائي في النجاح بدون شك. بالتوفيق دائما ان شاء الله يا فندم. دكتور عمرو حجازي، استشاري جراحه العيون ورئيس مجلس اداره شركه اوبتالاين للمستلزمات الطبيه، انا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع ده يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا، واشكركم شكرا جزيلا. وفي نهايه حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي يمتعنا بحديثه الشيق، وانتظرونا في الحلقه القادمه من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم والى اللقاء.